أنيان. بما اني في الاي كي دي اس والسفاره الكوريه، رحنا كشري ابو طارق مع سفير كوريا الجنوبيه. تعالوا نشوف ايه اللي حصل في اليوم واستقبال ابو طارق لينا. هنا خلصت الافتتاحيه والهيصه اللي هما كانوا عاملينها بره قدام الباب، ودخلنا. السفير دخل هو وزوجته، عملوا كشري بنفسهم. كان المنظر حلو جدا، والسفير ما شاء الله عليه بان عليه طباخ شاطر. بعد كده بدأنا نطلع الدور بتاعنا. كان اول دور الناس ما شاء الله رحبت بينا جدا وقعدوا يسقفوا لنا. وبعد كده وروه كان في مترجم في المكان، وراه التاريخ بتاع كشري ابو طارق والصور اللي ابو طارق متصور مع الفنانين والشيفات المشهوره والمعروفه. وطلعنا تاني لحد ما وصلنا للدور بتاعنا. وبدأنا نقعد، كل واحد قعد مكانه، ونزل لنا طبعا الكشري. بدأت الأصناف تنزل، كل واحد نزل قدامه، وبدأت الشو بتاع الكشري اللي كلنا عارفينه بتاع أبو طارق. كان في سياح كانوا ورانا، كان الناس كلها مستغربة اللي هو مين دول يعملوا ايه، بس كان الموضوع لطيف جدا. بدأ بعد كده السفير عمل المقابلة مع المسؤولين في كشري أبو طارق. كل واحد طبعا قال رأيه في الكشري وأبدأ رأيه فيه. كانوا دول أجانب، كانوا مستغربين جدا من اللي بيحصل. سلمنا عليهم وعرفناهم احنا مين. وهنا كنا خلاص خلصنا، والسفير كان بيدي هدايا للمسؤولين، وهدية مخصوصة لأبو طارق كانت جينسينج وفيتامينات. وبكده يكون اليوم خلص. أنيا.